حبايبي سنة أولى عاملين إيه؟ يا رب تكون بخير. دلوقتي إحنا وصلنا لمرحلة الختام. إن شاء الله هنراجع مع بعض النهاردة المنهج كله بالكامل، وكمان هنحل مع بعض. عايزين السنة كده تختم على خير بإذن الله. طبعا الناس اللي داخلة علمي فده هيبقى آخر امتحان فلسفة ليك، وبالنسبة لحبايبي اللي داخلين أدبي فدي البداية. ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم، تلاقي الامتحان كويس جدا، ما يطلعش من مراجعتنا، كله هيبقى 10 على 10. طيب نركز مع بعض كده، خليك معايا. انت لو ركزت معايا في الفيديو هتلم كل حاجه ومش هتحتاج ان انت تذاكر كتير. يلا بينا كده. احنا عندنا منهجنا الترم ده اتكلم عن حاجات معينه: العلم، تفكير علمي، تفكير ناقد، تفكير ابداعي. فالموضوع سهل وبسيط. طبعا عامله لك منهجك كله في ورقه واحده ومظبطه لك الدنيا على الاخر. اول حاجه عندنا تعريف العلم. قلنا ان العلم ليه تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. طيب التعريف اللغوي كام لغه؟ لغتين. ايه هما؟ لغه انجليزيه ولغه عربيه. يبقى انا عندي العلم في اللغه كم تعريف؟ 2، لغه انجليزيه ولغه عربيه. قلنا ان العلم في اللغه الانجليزيه اسمه ساينس، وكلمه ساينس دي اصلا ما كانتش الاصل. امال ايه كان الاصل؟ الفعل اللاتيني شايري. طب كلمه شايري دي يعني ايه؟ ان يعرف. يبقى احنا عندنا تعريف العلم في اللغة الإنجليزية كلمة ساينس، وكلمة ساينس دي أصلا ليها فعل لاتيني اسمه شايري. كلمة شايري يعني أن يعرف. طب يعني إيه أن يعرف؟ إن أنا يكون عندي معلومات وأفكار. طيب إحنا قلنا إن العلم لو جاء قال لك التعريف اللغوي أصله لاتيني، إنجليزي، يوناني، عربي، طبعا هو الأصل لاتيني، بعد كده اتحولت للغة الإنجليزية. طب حطينا كلمة علم دي إمتى أو حددنا المفهوم ده إمتى؟ بيقول لك تمت صياغة كلمة علم في الثلث الأول من القرن ال19 في أوروبا. يبقى احنا حددنا كلمة العلم الأول مرة في أوائل القرن ال19 في أوروبا. ده العلم باللغة الإنجليزية. عندك بعد كده العلم باللغة العربية. قلنا إن العلم باللغة العربية إيه هو؟ النشاط العقلي أو الدرس العقلي. وقلت لك ان كلمة نشاط عقلي زي التذكر او التفكير. انا بفتكر حاجة ذاكرتها، او انا في مشكلة معينة شغلة دماغي بفكر فيها، فده اسمه نشاط عقلي. قاعد في الحصة بتلقى معلومة، تلقي المعلومة ده اسمه درس عقلي. ظهر بعض علماء الاسلام قالوا لك على فكرة ان العلم الصح اللي هتتسأل عليه في الاخرة ولا الفيزياء ولا الفلسفة ولا العربي ولا الانجليزي، امال انا هتسأل على ايه؟ علوم الدين. فبيقول لك هنا انه كسر بعض الفقهاء زي ابن تيمية وابن حنبل كلمة العلم على اصول الدين والتفسير. قال لك ان العلم الصح هو العلم الشرعي، فاستخدمت كلمة علم خصيصا لعلوم الدين. ده بالنسبة لبعض الفقهاء، وده تعريف العلم في اللغة العربية. يبقى احنا التعريف اللغوي حاجتين: لغة إنجليزية مشتقة من فعل لاتيني، ولغة عربية. طيب المعنى الاصطلاحي مهم قوي ولازم يجيلك سؤال فيه في الامتحان. المعنى الاصطلاحي كان بيعمل كام حاجة؟ 3: موضوع، منهج، نتائج تطبيقية. ودايما بص انا حتى في كلام كاتبهولك كده باللغة العامية بحيث ان انت ايه ما تسقطش الدنيا. قلنا ان موضوع العلم دراسة الوقائع والظواهر الحسية، يعني الاحداث، اي موقف او المواقف، اي موقف يحصل اجي اقول لك تهتم الفيزياء بدراسة الزمن، وتهتم الكيمياء بدراسة التفاعلات الكيميائية. فدي الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. فدايما الحاجة اللي انا بتكلم عنها اسمها موضوع. فالموضوع ايه هو؟ دراسة الوقائع والظواهر الحسية. طيب اهو الشيء اللي بتكلم عنه. يبقى انا لو جيت قلت لك مثلا يهتم التاريخ بأحداث الماضي، فاهتمام التاريخ بأحداث الماضي ده اسمه موضوع. طب الطريقة اللي أنا بدرس بيها، الطريقة اللي أنا بدرس بيها ده اسمه منهج. فهي الطريقة التي ينتج بها رجال العلم القوانين والنظريات. يبقى الطريقة اللي أنا بأدي بيها تسمى بالإيه؟ بالمنهج. الاعتماد على الخطوات، الاعتماد على التجربة، الملاحظة، قياس، منهج إكلينيكي، منهج وصفي،
انا ليا نظام معين في المذاكره، ليا طريقه بحب اذاكر بيها، فالطريقه اللي انت بتحب تذاكر بيها دي اسمها منهج. طب الهدف اللي انت بتسعى له، او الحاجه اللي انت عايز توصل لها، او الحاجه اللي نفسك تحققها، نتائج تطبيقيه. دايما النتائج التطبيقيه سنه اولى بتتربط في الاسئله بفكره انجاز، اجهزه علميه، وسائل اتصال ومواصلات، تكنولوجيا، تطور. فبيقول لك ان النتائج التطبيقيه هي تطبيقات العلم. اي جهاز علمي اهو، والله كاتبه لك الكلام باللغه العاميه، يعني اكتر من كده مش هقدر اعمل حاجه. روبوتات، وسائل مواصلات، وسائل اتصال، انترنت، ذكاء اصطناعي، كل دي حاجات لو استخدمتها، او كل دي مفاهيم لو قلتها، فده اسمه النتائج التطبيقيه. يبقى الفكره اللي بتكلم عنها موضوع، طريقه الاداء منهج، الهدف اللي انا عايزه اسعى له ده اسمه نتائج تطبيقيه. ده كده بالنسبه لتعريف العلم. بعد كده عندنا حاجه اسمها موضوع العلم او سلم تدرج العلوم. ايه الموضوع ده؟ العلم بيدرس ايه؟ العلم ليه موضوع ايه هو؟ يهتم العلم بدراسه الظواهر والوقائع الحسيه. قبلتي يعني ايه ظواهر ووقائع حسيه؟ يعني الاحداث. ما انت لسه قايلها. هو هنا بقى هيقول لك ايه هي نوع الظواهر. العلم عندي بيدرس 3 حاجات. الحاجه اللي بتكلم عنها زي ما قلنا الموضوع. طيب هل مثلا ينفع مدرس واحد يشرح لك ال10 مواد؟ لا طبعا ما ينفعش، كل مدرس ليه مجال معين. فظهرت عندنا حاجه اسمها سلم تدرج العلوم، كل مجموعه او كل فئه متخصصه في دراسه شيء معين. بمعنى عندنا المرتبه الاولى اللي هي ايه؟ العلوم الطبيعيه. يبقى انا عندي اول مرتبه هي العلوم الطبيعيه. طب اشمعنى يا ميس الفيزياء اشمل حاجه وهي المرتبه الاولى؟ لان الفيزياء بتدرس كل ظواهر الكون. يبقى انا لو بدرس الكون الكبير، مجرات وكواكب وسحب وجاذبيه ومد وجزر وبرق ورعد، كل ظواهر الكون هدرسها عن طريق الفيزياء. طيب انا عايز ادرس الكائنات الحيه. احنا عندنا الكوكب الكبير ده بيتكون من موارد طبيعيه وكائنات حيه، فانا هدرس الكوكب عن طريق الفيزياء. طب انا عايز ادرس فئه او جزء من الكون ده. مين الفئه دي؟ الكائنات الحيه، سواء انسان، حيوان، نبات. دي المرتبه الثانيه اهو، الدرجه الثانيه من العموميه، اللي هي العلوم البيولوجيه، دراسه الكائنات الحيه سواء الانسان او الحيوان او النبات، التمثيل الغذائي، البناء الضوئي، عمليه الهضم، التكاثر، ايا كان انا هدرس ايه. طب انا عايز ادرس الانسان اللي اتخلق عشانه الكون ده كله. دي بقى عند حضرتك المرتبه الثالثه. المرتبة الثالثة دي اللي هي العلوم الاجتماعية النفسية الإنسانية. الله، طب ما انت هنا قلت لي بدرس إنسان وهنا بدرس إنسان. أنا لو أدرس عملية الهضم عند الإنسان فدي علوم بيولوجية. طب أنا عايز أدرس المشاكل النفسية اللي بيتعرض لها الفرد، والضغوط اللي بيواجهها، والأحداث اللي مش بيقدر يحلها، وردود الأفعال. فالمواقف اللي انا بتحط فيها او الحاجات اللي بتأذيني او الحاجات اللي بتضايقني دي علوم نفسية. طب اشمعنى يا ميس العلوم النفسية زي الفلسفة وعلم النفس والتاريخ الحاجات دي هي رقم 3؟ معنى كده ان الحاجات دي قيمتها العلمية اقل؟ لا، بس احنا بنتكلم على مجال التخصص. عالم كبير علوم طبيعية، كائنات حية علوم بيولوجية، الانسان بس علوم اجتماعية نفسية انسانية. طبعا عندك علم النفس، التاريخ، الاقتصاد، السياسة، الفلسفة، حاجة اسمها علم الأنثروبولوجي. علم الأنثروبولوجي ده هو دراسة المجتمع البدائي. يبقى أنا عندي العلم 3 درجات، درجة أولى علوم طبيعية، درجة تانية علوم بيولوجية، درجة تالتة علوم اجتماعية نفسية إنسانية. بعد كده عندك هدف العلم. لماذا ظهر العلم؟ بيقول لك إن العلم ده ظهر عشان إحنا نمشي الكوكب. إزاي؟ تحكم وسيطرة الإنسان على العالم لتجنب الأخطار الطبيعية. أي أذى هيحصل لي هيظهر العلم عشان يدافع عني. يبقى العلم هو اللي ادى الإنسان القوة والسيطرة إنه يوجه الكون والعالم. حلو جدا. طيب العلم بيقوم على كام حاجة؟ 2: جانب نظري علمي، جانب
تجريبي عملي تطبيقي. فالجانب النظري العلمي علماء متخصصون في وضع القوانين والنظريات، وهذا يسمى بالتنظير العقلي. احنا بنحط الفكرة او بنحط المبادئ العامة للحدث. توصل نيوتن لقانون الجاذبية، فكرة، فدي حاجة اسمها الجانب النظري. طب احنا اخدنا الجاذبية دي عملنا بسببها الطيران، فالطيران اللي عملناه ده اسمه جانب تجريبي عملي تطبيقي. هم علماء متخصصون في تكنولوجيا التجربة. يبقى انا لو حطيت الفكرة جانب نظري، نفذت الفكرة جانب عملي تطبيقي تجريبي، وده الجانب التاني. طيب احنا كده اتكلمنا عن العلم. تاني حاجة عندك في الدرس مهام رجل العلم. ايه الادوار اللي بيقوم بيها العالم؟ رجل العلم بيقوم عندي بثلاث ادوار. طيب ايه هما مهام رجل العلم؟ 3: الوصف، التفسير، التنبؤ. الوصف والتفسير والتنبؤ. قلت لك ان كلمة الوصف هي تحديد الخصائص والصفات والسمات ومزايا الظاهرة. يعني ايه؟ ميس انا مادة الفيزياء بالنسبة لي الترم ده صعب عليا، انا الفلسفة الترم اللي فات كانت احلى بالنسبة لي. فانت لما بتحدد الصفة، مثلا في سكة مكان عايز تروحه، فسألت حد من صحابك قالك هتركب كذا وهتمشي في الطريق الفلاني وهتعمل كذا، فانا بحدد لك اتجاهك او مسارك. تحديد الاتجاه او المسار ده اسمه الوصف. طيب انا دلوقتي الوصف بيرتبط بمهارة اسمها التصنيف. طب يعني ايه التصنيف؟ قلت لك ان التصنيف ده بحط الظواهر في مجموعات بناء على الصفات المشتركة. مش يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا قسمنا اللجان، اولى ثانوي ليها مواعيد في الامتحانات وتانية ثانوي ليها مواعيد. يبقى انا كده عملت حاجه اسمها التصنيف. طب يعني ايه التصنيف؟ قسمت الحاجه، حددت مكانها. احنا دلوقتي ما ينفعش تبقى انت في اولى ثانوي بتمتحن في لجان سنه تانية، احنا بنقسمكم بناء على الصفات المشتركه. يبقى لو جه قال لك التصنيف بيرتبط بالمهمه الايه؟ الوصفيه، التفسيريه، التنبؤيه. طبعا التصنيف بيرتبط بالمهمه الوصفيه. طب انا عندي مشكله وحاولت ان انا احلها، سالت حد اعمل ايه، اجي اقول لك انت عندك مشكله في الماده دي ليه؟ بصراحه مثلا ما بذاكرهاش، انا ما بحبهاش، ما بفهمهاش. طول ما انت بتحدد لي السبب، فالسبب هو التفسير، تحديد الاسباب، العلل، المبررات والدوافع. او اجي اقول لك مثلا ارجع العلماء ارتفاع نسبه الاميه لكذا، فده اسمه سبب. يبقى انا لو عندي مشكله حددت سببها، تفسير. طيب نتيجه هتحصل في المستقبل، فده اسمه توقع، توقع الاحداث المستقبليه والنتائج المترتبه او التكهن. انا بتنبأ حاجه. طبعا في اسئله لو جت في المقال افكارها حلوه قوي، مثلا يجي يقول لك ايه؟ حدد بمثال على مشكله الاميه مهام رجل العلم. فانت هتمسك الثلاثه تطبق عليهم المثال. مثلا تيجي تقول لي ارتفعت الاميه في مصر، وصف. ارتفعت الاميه بسبب قله الوعي، تفسير. تؤدي الاميه الى غياب الفكر ومثلا وظهور مشكلات اجتماعيه، فده تنبؤ. ممكن بقى يجيب لك اميه، طلاق، جواز، ايا كان هيجيب لك ايه. فممكن انت ترتب الثلاث حاجات عليها. يبقى الصفه وصف، السبب تفسير، النتيجة توقع أو تنبؤ. ده بالنسبة لمهام رجل العلم. تاني حاجة هنتكلم عنها صفات رجل العلم وأخلاقياته. قلنا إن رجل العلم بيتصف بأربع حاجات. إيه هما؟ أمانة علمية، دقة، روح نقدية، خيال. طب إيه هي الأمانة العلمية؟ كنت بقولك إن الأمانة العلمية بتتعدد صورها وأشكالها، وأيام النظام القديم كان ده سؤال امتحان معروف. كان يجي يقول له ايه؟ تتعدد صور واشكال الامانه العلميه، وضح ذلك. الامانه العلميه ملهاش شكل واحد. ما ينفعش العالم يكون حرامي. طب العالم بيعمل ايه؟ بيعمل ثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجه الامانه فيما يقدمه من ادله وبراهين. لازم المعلومه اللي انا بقولها ربنا هيحاسبني عليها، فكون متاكده منها قبل ما اقولها. الامانه فيما يقدمه من ادله وبراهين. 2 الامانه، او اهو الاول بيقول لك ان انت بتتاكد من المعلومه ازاي؟ عن طريق التجارب العلميه ومقاييس الاتجاهات في العلوم الاجتماعيه. طب يعني ايه تجارب والمقاييس؟
عندك الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والحاجات دي بيستخدموا تجارب، بنجيب فار نجرب عليه، بنجيب مش عارف ضفدع نجرب عليه، الحاجات دي كلها اسمها تجارب علميه. طب احنا كبني ادمين ينفع ان احنا نخضع للتجربه؟ لا، ده في علماء اصلا رفضوا فكره التجربه على الحيوان. المهم، فاحنا بنعمل ايه؟ بنديك ورقه مثلا تكتب رايك او مجموعه من الاسئله تجاوب عنها، او بنعمل زي فوت، او الحاجات دي كلها اسمها مقاييس واتجاهات في العلوم الاجتماعيه. طيب، تاني صورة للأمانة العلمية، الأمانة في نقله عن الآخرين. ما ينفعش أسرق معلومة بتاعت حد وأقول بتاعتي، أتأكد منها عن طريق الأمانة في نقلك عن الآخرين. 3، الأمانة في شكر من تعلم على أيديهم. ما ينفعش تيجي تقول أنا طلعت لوحدي وربنا وفقني من غير ما حد يقف جنبي، وأهلي بيذلوني بالفلوس وأنا هردها لهم، والمدرسين بيصفوا لي ومبهدليني وحسبي الله ونعم الوكيل. لا، لازم تشكر الناس اللي ساعدتك. يعني انت يوم ما هتتخرج، برغم ان اليوم ده مشاعرك فيه متلخبطه، الا انك هتفتكر فضل كل مدرس عليك وكل دكتور في الجامعه ساعدك، بما فيهم الناس اللي كانوا معقدينك، بما فيهم المدرسين اللي كنت بتكرههم، بما فيهم الدكاتره اللي كانوا بيشيلوك مواد. مش هتنسى حد، لان الناس دي حتى الناس الوحشه ليها فضل عليك. فانت بتشكر الناس. طبعا الناس الكويسه بتسيب اثر ايجابي احسن وبتبقى حابب تفتكرهم، بس يعني اهو خلاص الحمد لله، ما مش كل الناس حلوه، يبقى انا بشكر الناس اللي بتساعدني. كل ده اسمه امانه علميه. رقم 2، الدقه. الدقه في حاجتين، ايه هما؟ رقم 1، الدقه في الكتابه. طب انا بكتب بايه؟ بيقولك ان الدقه في الكتابه بتعتمد على استخدام الاسلوب الخبري بدلا من الانشائي. يبقى انا عندي رقم 2 الدقة. انا ما ينفعش استخدم عبارات انشائية واسلوب تمني واسلوب تعجب في بحث علمي. انا مش بكتب قصيدة شعر. امال انا بعمل ايه؟ بستخدم جمل اسمية خبرية. يبقى انا بعمل ايه؟ رقم 1، الدقة في الكتابة من خلال استخدام الجمل الخبرية وليس الانشائية، واستخدام لغة الرياضة اللي هي لغة الارقام. لان انت زي ما قلت لك، يوم نتيجة الثانوية العامة الناس كلها بتنتظر لحظة سقوطك عشان تشمت فيك، فيتصلوا بيك، الو عملت ايه؟ فتقول لهم الحمد لله. يقول لك ايوه يعني عملت ايه؟ تقول لهم الحمد لله. جبت كام؟ هم مش عايزين الحمد لله، ومش عايزين نجحت، ومش عايزين تمام، هم عايزين الرقم. ليه؟ لان احنا كده بنستخدم لغه الرياضه. حياتنا كلها قايمه بالارقام. بتقبض كام؟ اتولدت امتى؟ فلان مات سنه كام؟ جاب في الثانويه العامه مجموع كام؟ كل حاجه بكام. يبقى انا بستخدم لغه الرياضه. تاني حاجه، الدقه في اعطاء الموضوع حقه في البحث والدراسه. بمعنى هتذاكر بضمير، مش اللي هو ساعه وكوبايه شاي وهلم المنهج، لا، لازم تدي المذاكرة حقها. ودي حاجة اسمها الدقة في إعطاء الموضوع حقه في البحث والدراسة. رقم 3، الروح النقدية. ما ينفعش أي معلومة تتقالك أيوة هي دي المعلومة الصح، لا، تنظر لكل ما هو حولك بنظرة ناقدة وتتقبل النقد الموجه إليك. أي معلومة تتقالك ما تصدقهاش، لازم تتأكد منها الأول. تاني حاجة، لو حد علق عليك ان انت عندك مشكلة في الشخصية او بتتصرف تصرفات مش مناسبة، اقبل اللي بيتقالك، لان محدش فينا بيشوف نفسه حلو. فالناس اللي حواليا هي مرايتي، هي اللي بتشوف انا ايه المشكلة اللي عندي. انا دايما شايف ان انا اشطر واحد، ان انا احلى واحد، ان انا اجمد واحد. لا، كلنا فينا عيوب. فالناس اللي من بره اللي بتحبك طبعا مش اللي بتكرهك، تقدر تخليك تقوي من نفسك، تطور من نفسك. فدي حاجة اسمها الروح النقدية. رقم 4، الخيال. بيقولك ان الخيال ليس هدف وانما وسيلة لاكتشاف الحقائق. انا مش بتخيل ان انا جبت حقي من كل اللي ظلموني، ومش بتخيل ان انا جبت حقي من الاكس، لا، انا بتخيل ان انا حققت انجاز، حققت نجاح. في ناس بتتخيل ان هي خدت جايزة نوبل، ان هي عملت اكتشاف علمي، ان هو عالج مرض ملوش علاج. دي ناس ربنا يوفقها. احنا بنتخيل حاجات تافهه عشان احنا مش علماء، احنا تافهين اصلا. يبقى الخيال ليس هدف وانما وسيله للوصول الى الحقيقه. طيب، ده كده بالنسبه لاول جزء عندك الاساس. بعد كده انا عامله لك المنهج بصيغه متشابهات او في صيغه مقارنات. انا حبيت ان انا لا، مش همشي لك بترتيب المنهج، انا هعمل لك الحاجات اللي بتلخبطك قصاد بعضها. ازاي؟ يعني احنا مثلا عندنا في المنهج 2 خصائص، فانا حاطه لك الخصائص قصاد بعضها. عندنا خصائص المعرفة العلمية وخصائص التفكير العلمي.
اول صفه من خصائص المعرفه العلميه، طبعا هم مش شبه بعض بس انا هنمسك الاول خصائص المعرفه العلميه وبعد كده نتكلم عن خصائص التفكير العلمي. المعرفه العلميه بتتصف ب9 حاجات. رقم 1 عقلانيه. يعني ايه عقلانيه؟ العقلانيه دي يعني تتطلب جرأة عقليه. مش يعني ايه جرأة عقليه؟ الجرأة العقليه دي يا جماعه اللي هي الشجاعه، انا ما بخافش، انا بعبر عن رأيي وما بيهمنيش حد طالما بتكلم باحترام وصح. رقم 2 العمل الجاد، بذاكر بضمير، عندي مثابرة، تحدي، إصرار، مراجعة ونقد وتصحيح. المفروض ان انت في الفترة دي يعني انت راجعت وبتراجع تاني عشان الامتحان بكرة مثلا، لا انا لسه هتعرف على المنهج. لكن الناس الطبيعية احنا في وقت مراجعة، فدي مراجعة. طيب انا شاطر في مادة احسن من التانية، فده اسمه النضج، ان انا بحدد مميزاتي وعيوبي. في اخطاء عندي طبعا، قلت لك كلنا مش ملايكة، كلنا بنغلط. الصح بقى ان انت تعرف غلطتك فين وتغير من ده وتحاول، فدي حاجة اسمها التصحيح. يبقى أول صفة من صفات المعرفة العلمية أنها عقلانية. رقم 2 بيقولك إن المعرفة العلمية حبيب قلبي تؤكد على أن ما نعلمه قليلا بالنسبة لما لا نعلمه. وهنا عندك آية في القرآن الكريم بتقولك وقل ربي زدني علما. أنت مهما تتعلم متعرفش حاجة. يبقى انا مهما ادور ومهما ادرس ومهما اقرا قصاد اللي انا ما اعرفوش ولا حاجه، لان في علماء اصلا احنا ما نعرفش عنهم حاجه، التاريخ ما ذكرهمش، في ابحاث وتجارب غلط، في حاجات العلم لسه هيتطور اكتر، هيكتشف في اسرار الكون اكتر. يبقى انا مهما اتعلم انا جاهل، ودي الصفه الثانيه. رقم 3 المعرفه العلميه انسانيه. مش يعني ايه انسانيه؟ تجري في سياق إنساني تعاوني وتراعي القيم الأخلاقية. إحنا لما بنكتشف علاج أو بنطور حاجة إحنا هدفنا الإنسان. إحنا أصلا من شوية قلنا إن العلم هو تحكم وسيطرة الإنسان على العالم، لأن المعرفة العلمية بتتصف بالإنسانية. طيب إيه كمان؟ ما ينفعش اقارن، هو انا ليه بحل في الرياضه حلو وبحل في التاريخ وحش؟ هو انا ليه شاطر في العربي ومش شاطر في الانجليزي؟ دي مادة ودي مادة، دي لها قدرات ودي لها قدرات، دي لها تفكير ودي لها تفكير، مختلفين تماما عن بعض. يبقى أنا عندي لكل نظرية الإطار الفلسفي الذي تنطلق منه. ما ينفعش أقارن نظرية بنظرية تانية. كل علم وليه ظروفه، كل عالم وليه أفكاره، كل عالم وليه وجهات نظر وطريقة أبحاثه. ما ينفعش أقارن حاجتين ببعض. ما احنا قلنا ان العلوم مختلفة، كل علم بيدرس شق غير التاني اصلا. فدي رقم 4 لكل نظرية الاطار الفلسفي. 5 تشترك جميع فروع المعرفة في اساسيات البحث العلمي. يعني ايه يا ابله؟ العلم بيقوم على قواعد واحدة. ايه ده ازاي؟ هو انت من شوية مش قلتيلي ان كل مستر وكل مادة ليها طريقتها؟ كل مدرس ليه طريقته. دي لكل نظريه الاطار الفلسفي. لكن كل المدرسين بيشرحوا، بيخلصوا منهج، بيحلوا معاك اسئله، بيراجعوا معاك المنهج، باختلاف بقى فيزياء كيمياء عربي تاريخ فلسفه ايا كان، كلهم بيمشوا على نفس الطريق باختلاف تفصيله الماده. كذلك العلماء، ما ينفعش عالم يقول فكره كده وخلاص يصحى من النوم انا قررت اتكلم عن كذا. لا طبعا، لازم يعمل تجارب وابحاث اللي هي اسمها اساسيات البحث العلمي للوصول الى القوانين. طيب دول كده اول 5 خصائص في المعرفه العلميه. بعد كده كان عندنا كنا بنقول ايه؟ احتماليه، تراكميه، ذات جانب اجتماعي، تتقدم. اهو باقي خصائص المعرفه العلميه. المعرفه العلميه حضرتك احتماليه. مش يعني احتماليه غير مؤكده. يعني ايه غير مؤكده؟ مفيش معلومه في العلم مؤكده 100%. فممكن يجي في السؤال يقول لك غير مؤكده، غير يقينيه، ليست مطلقة، ترجيحية، محتملة. بمعنى ما فيش معلومة العلم بيقولها مؤكدة 100%، لأن العلم بيتغير والأفكار بتتطور، فدي احتمالية. طيب يعني إذا تجانب اجتماعي، احنا من شوية قلنا إن العلم بيخدم الإنسان، فزي ما العلم بيخدم الفرد هيخدم المجتمع، لأن العلم ذات جانب اجتماعي يتم في إطار اجتماعي أهو، من خلال التعاون بين المجتمع العلمي والمجتمع الإنساني. طب يعني إيه التعاون بين المجتمع العلمي والإنساني؟ العلماء بيقولوا أفكار، وكذلك الإنسان بيقول أفكار.
طيب ازاي؟ انا دلوقتي الدكاترة اكتشفوا علاج لمرض معين. يا جماعة الناس اللي عندها المرض ده لازم تاخد العلاج عشان تخف وما تعديش غيرها. طب احنا ما سمعناش الكلام، الفيروس انتشر، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه اسمها ذات جانب اجتماعي. ذات جانب اجتماعي بتقوم على فكره مهمه جدا اللي هي ايه؟ اللي العلماء بيقولوا انت تنفذه، ودي حاجه اسمها ذات جانب اجتماعي. قلنا ان العلم بيتقدم من خلال الصراع بين القديم والجديد والصواب والخطأ. انا بطور من نفسي، اشكال التليفونات بتتطور، فده صراع بين القديم والجديد. انا كنت ماشي على طريق غلط، طورت من نفسي، يبقى ده صراع بين الصواب والخطأ. طيب رقم 9 تراكمية. يعني ايه تراكمية؟ المعرفة العلمية دائمة النمو. يعني ايه دائمة النمو؟ انا دلوقتي عالم، قلت افكار، وقفت عند محطة معينة، هيجي العالم اللي بعد يكمل، مش هقول من الاول. فكل عالم بيكمل على اللي بعده، ودي حاجة اسمها تراكمية. دي صفات المعرفة العلمية. بعد كده يا أستاذ عندك صفات التفكير أو خصائص التفكير العلمي. كنا بنقول إن التفكير العلمي بيتصف ب7 حاجات. رقم 1 هادف، 2 حرية، عمومية، موضوعية، استمرارية، كمي، إجرائي. طيب أول صفة من صفات التفكير العلمي إن التفكير العلمي هدف. أنا داخل ثانوية عامة عشان هموت وأدخل كلية صيدلة، حلمي، فدي حاجة اسمها هدف. يبقى الهدف اللي أنا بسعى أحققه ده اسمه هدف. فالتفكير العلمي أهو نشاط مقصود ومحدد وليس تلقائي وليس عشوائي. أنا ماشي على طريق وعارف أنا عايز أعمل إيه، دي حاجة اسمها هدف. طب أنا بعمل اللي أنا عايزه، باخد القرارات المناسبة ليا، بشوف إيه الصح وإيه الغلط، بدخل علمي أو أدبي بمزاجي، بختار المدرس اللي أنا عايزه، ودي حاجة اسمها الحرية. كل عالم حر. أنا ما جيتش قلت لنيوتن باشا أنت لازم تبقى بتاع فيزياء، إحنا محتاجين علماء في الفيزياء، عندنا عجز. هو اختار اللي هو عايزه حسب اللي بيحبه وحسب هو شاطر فين. فهنا بيقول لك الحرية اللي هي إيه؟ الحرية في اتخاذ القرارات والنقد والتعديل واختيار مجال البحث. انا بختار اللي انا عايزه. انا بقيت مدرسة فلسفة عشان انا عايزة الحاجة دي، يبقى انا بختار اللي انا حباه. يبقى رقم 1 هادف، 2 حرية، 3 العمومية. يعني ايه عمومية؟ بيقولك ان التفكير العلمي يتميز بالتجريد والتعميم، قانون عام شامل كلي. يعني ايه؟ التفكير العلمي بيتسم بالشمول والعمومية. بمعنى انا اخدت حته حديد سيحتها، قلت كل المعادن تتمدد بالحراره. عندنا المدرسه صححنا فصل مثلا، لقينا الفصل ده ناجح، صححنا المدرسه، اعلنا نتيجه المدرسه كلها. ينفع اعلن نتيجه فصل؟ اكيد مفيش الهبل ده. فدي حاجه اسمها العموميه. طب انا قاضي في المحكمه، لقيت المتهم وانا عارف ان هو متهم وعارف ان هو عامل مصيبه، قعد يعيط وانا هتوب وخلاص وارحموني وعندي عيال، صعب عليك، طلعته براءه. انت كده عبيط. لان لازم يكون في موضوعيه، محايده، ما ينفعش ادخل مشاعري، ما ينفعش لو حد طلب مني خدمه في مجال شغلي وانا الشخص ده محتاج مساعده بس عشان انا ما بحبوش ما ساعدهوش، لا طبعا. فلازم يكون في حاجه اسمها الموضوعيه. يعني ايه افضل الموضوعيه؟ حياد، عدم التحيز، عدم تدخل المصالح والرغبات الشخصيه. يبقى التفكير العلمي تفكير محايد. طيب رقم 5 الاستمرارية. فالتفكير العلمي لا يتوقف، فهو مستمر باستمرار وجود الإنسان. طول ما أنت عايش على الكوكب التفكير العلمي موجود، طول ما الناس موجودة العلم موجود، لأن العلم بيتميز بالاستمرارية. العلم ما بيقفش عند مرحلة واحدة، العلم شغال على طول. طب لو احنا متنا خلاص مفيش علم، لأن العلم مستمر باستمرار وجود الإنسان. طيب بعد كده عندك آخر صفتين، كمي وإجرائي. التفكير العلمي كمي لأنه بيستخدم لغة الرياضيات. ممكن في السؤال يقول لك لغة الرياضيات أو الرموز أو الأرقام أو الأعداد، التعبير عن المقادير الكمية. زي ما كنت بقول لك، جبت كام في الثانوية العامة، بتقبض كام، مش عارف محوش قد ايه، اشتريت ده بكام، هتجيب ده بكام، كل حاجة أرقام. طب ايه اللي يبين درجتك؟ لو انا طلعت النتيجة تقديرات ولا درجات؟ طبعا درجات. طبعا هي فضايح بس الدرجات هي اللي بتبين المستوى. فدي حاجة اسمها ايه؟
كمي. اخر حاجه التفكير العلمي اجرائي، لانه لا يسأل عن الشيء الثابت بل اوصافه وحركاته. دلوقتي احنا عملنا مثلا تجربه دواء جديد، هل استجابات جسمنا كلنا زي بعض نفس الاستجابه؟ لا طبعا، لان التفكير العلمي تفكير اجرائي. طب يعني ايه اجرائي؟ بيهتم بالشيء المتحرك مش الثابت. في موضوع عدى عليه سنين كتير ومالوش اي 60 لازمه هنقعد نتكلم عنه؟ لا طبعا، احنا بنهتم بالحاجه المتجدده والمتطوره، ودي حاجه اسمها الاجرائيه. بعد كده عندك حاجه اسمها معوقات التفكير العلمي. يعني ايه معوقات التفكير العلمي؟ يعني ايه هي المشاكل اللي بتواجه التفكير العلمي؟ التفكير العلمي بيواجه 4 مشاكل: الاخطاء المنطقيه، العوامل الانفعالية، انتقاء المعلومات، تقبل المعلومات بدون نقد. طب يعني ايه الاخطاء المنطقية؟ بيقول لك ان الاخطاء المنطقية بتعتمد على التسرع والتعجل في الوصول الى النتائج والحصول على معلومات غير كافية. يعني ايه؟ رحت الامتحان متاخر، عدى نص الوقت، اتحايلت على المراقب دخلك بالعافيه، دخلت حليت بسرعه جبت اي درجه. ليه؟ لاني كنت مستعجل. واحد بيسوق بسرعه، دكتور مثلا عنده ميعاد طياره وبيعمل عمليه، عمل العمليه بسرعه وجرى، ضيع الدنيا بسبب الاخطاء المنطقيه. كذلك العالم ممكن يعمل تجربه يكون الوقت ضيق، يكروت الدنيا باظت. تاني حاجه من مشكلات التفكير العلمي العوامل الانفعاليه والوجدانيه. يعني ايه؟ زياده القلق، التوتر. في عالم ممكن يكون بيعمل تجربة فيتوتر يبوظ الدنيا. انا رايح الامتحان خايف ومرعوب وعمال اعلق محلل ويغمى عليا، هبوظ الدنيا. طب انا رايح بارد وايه يعني امتحان، هتجيب كحكة برضو. انت لازم تكون خايف خوف متزن. الخوف، في خوف بيشجع، انا خايف فانا على مستقبلي فهذاكر، فده عادي طبيعي. طيب ايه تاني؟ الذاتية، تغليب المصالح الذاتية. انت مهما تزعلني انا قلبي مسامحك عشان بحبك، فدي حاجه اسمها الذاتيه، طبعا ده هبل. الانحياز والتعصب اهو، انا مثلا بشجع فريق كوره معين، الفريق ده كل ما يخسر اقعد اطبله مش فارقه معايا. ليه؟ لان انا متعصب للفريق ده، او انا دماغي فيها فكره معينه. طيب دي الصفه الثانيه او المشكله الثانيه. المشكله الثالثه انتقاء المعلومات والاستنتاجات. يعني ايه؟ انتقاء المعلومات التي تؤيد وجهة نظرك وقد تكون غير صحيحة. في علماء بيعملوا تجارب وأبحاث بتبقى غلط ويقتنعوا ان هي صح، اولا عشان هم اصلا مستواهم ضعيف، تاني حاجة بينقوا الناس اللي زيهم. يعني مثلا ممكن مدرس يحل معاك اسئلة سهلة ويحسسك ان هو بيحل اصعب حاجة. ليه؟ هو ما بيعرفش يحل الصعب، فهو مبين لك ان الاسئله دي هي اللي بتيجي في الامتحان، فانت تدخل الامتحان تلاقي اسئله تانية، فطبعا دي مصيبه. يبقى دي حاجه اسمها انتقاء المعلومات والاستنتاجات. بعد كده عندك تقبل البيانات بدون نقد. انا صحابي قالوا لي ان هم داخلين علمي فانا دخلت زيهم. انا مش عارف، واحده صاحبتي قالت لي المكان الفلاني كويس فانا رحت من غير ما اتاكد. فدي حاجه اسمها تقبل المعلومات بدون نقد، انا ما بتاكدش، عدم التحقق من صحه المعلومه. يبقى انا في التفكير العلمي بغلط في 4 حاجات: بستعجل، اخطاء منطقيه، بتوتر، عوامل انفعاليه، بنقي اللي على مزاجي وانا غلط، انتقاء المعلومات، انا باخد الحاجه زي ما اتقالت لي بعملها، ما بفكر، دي ما بتعديش عليها المعلومه. دي تقبل البيانات بدون نقد. خلي بالنا من دول عشان ما نخلطش ما بينهم. يبقى لو انا بعمل، انا جيت قلت لك ولا انت ساقط وفاشل وبتحكم ما بتذاكرش ليه، تقول لا مثلا انا زي اصحابي، ما كل اصحابي ساقطين. انت عارف ان انت ساقط وعارف ان هم ساقطين وعادي، دي انتقاء المعلومات. انت ما ذاكرتش ليه؟ اصلا اصحابي قالوا لي ان مفيش امتحان وانا صدقتهم. انت ما فكرتش، ما تاكدتش، دي تقبل البيانات بدون نقد. ده كده بالنسبه للمعوقات او المشاكل اللي بتواجه التفكير العلمي. بعد كده حضرتك عندك الخطوات او المراحل. عندنا الخطوات او المراحل، انا مجمعه لك، عامله لك خطوات التفكير الناقد، خطوات التفكير العلمي، خطوات التفكير الابداعي. زي ما قلت لك انا مقسمه لك المنهج في صيغه جداول مقارنه. طيب خطوات التفكير الناقد سهله جدا، قعدت ذاكرت جمع المعلومات والبيانات. طيب رحت الامتحان حليت تحليل ونقد الاراء، جبت درجه وحشه في الامتحان عشان ما كنتش مذاكر كويس،
فانت حددت السبب ده اللي هو البرهان على صحة الحكم، يعني انت بتقدم دليل او سبب على حدوث المشكلة. طيب انا دلوقتي رحت الامتحان، هتخيل ان هو امتحان درس يعني، فجبت درجة مش حلوة، فانا خلاص عندي امتحان الفاينل، هعمل ايه؟ هذاكر تاني. فدي حاجة اسمها جمع المعلومات والبيانات الضرورية. يعني هو الفرق بين الخطوة الاولى والرابعة كلمة ضرورية؟ لا يا عسل، اكيد مش كده طبعا، يعني هو كلمة ضرورية هي الفرق؟ امال ايه؟ دلوقتي انا بجهز شنطة هدومي عشان مسافر، جمع المعلومات، راجعت الشنطة لقيت ان انا ناسي حاجات مثلا، هنزل اشتريها، هدور عليها لو عندي، فدي جمع المعلومات الضرورية. طيب ده كده بالنسبة لخطوات التفكير الناقد. تاني حاجة عندك خطوات التفكير العلمي، ودي اسمها خطوات التفكير العلمي او خطوات حل المشكلة. انا لما بواجه مشكلة بطبق عليها 5 خطوات. اولا انا زعلان وقلقان ومتوتر، الشعور بالحيرة والتردد اسمه الشعور بالمشكلة. طب انت زعلان ليه؟ انا زعلان عشان انا مثلا المادة الفلانية دي معقداني في حياتي وكاره حياتي بسببها، فدي حاجة اسمها تحديد المشكلة، ان انا بحدد الصعوبة او الازمة اللي بتواجه الفرد. يبقى انا عارف ايه اللي بيضايقني، تحديد المشكله. جيت قلت لك تعاني مصر مثلا من ازمه التلوث الاحتباس الحراري، دي مشكله انا عارفها، تحديد المشكله. طب انا عندي مشكله، هفضل فرحانه اسيبها تكبر بقى وتنفجر في وشي؟ هحلها. فرض الفروض، يعني ايه فرض الفروض؟ بتحط احتمالات، افكار، لو جاء لك تفسير مؤقت، تفسير مقترح، تفسير محتمل، فكل دي حاجات اسمها فرض الفروض. فالفروض هي حلول مؤقته محتملة غير مؤكدة لحل مشكلة البحث، أنا مش متأكد من كذا، فده اسمه فرض الفروض. طيب أنا دلوقتي حطيت حلول لمشكلة، هل الحلول دي أنا هحطها أنفذها؟ هفكر فيهم وأشوف مين فيهم الأنسب، مين الأفضل، فدي حاجة اسمها اختبار صحة الفروض. يعني إيه الاختبار؟ إن أنا بفكر إيه المناسب، في الاخر اخدت قرار، فالقرار ده اسمه اختيار افضل البدائل. يبقى انا عندي التفكير العلمي بيقوم على 5 خطوات. زعلان، قلبي مقبوض، شعور بالمشكله، زعلان من كذا، تحديد المشكله، طب هعمل ايه؟ انا ممكن اعمل كذا او كذا. فرض الفروض، انا محتار بين علمي وادبي، ده اسمه فرض الفروض. طيب انا شاطر في ايه اكتر؟ هبتدي افكر، امسك كل ماده اشوف مستوايا فيها، اشوف انا بفهمها ولا لا، بحبها ولا لا، جايه معايا سكه او لا. اختبار صحه الفروض. في الاخر انا صليت استخاره وقررت ان انا هدخل كذا، فالقرار اللي انت بتاخده اسمه اختيار افضل البدائل. ده بالنسبه لخطوات التفكير العلمي. اخر حاجه عندك خطوات التفكير الابداعي. التفكير الابداعي بيقوم على 4 خطوات. رقم 1 التهيئة والإعداد، رقم 2 الاحتضان، رقم 3 الإشراك، رقم 4 التحقق. طيب التهيئة والإعداد دي هي مرحلة تحضير المشكلة. انا هعمل كيكه فهجيب المكونات بتاعتها، انا عايز اعمل بيتزا فهجيب الحاجه اللي انا هستخدمها، فالحاجه اللي انا بشتريها ده اسمه تهيئه واعداد، جمع المعلومات. عملت العجينه سبتها تخمر، ده الاحتضان. عندي مشكله قعدت افكر فيها عشان احط حل مظبوط، فدي حاجه اسمها الايه؟ الاحتضان. الاحتضان هو اختمار او التفكير في المشكله، ان انا كده بقعد اتأنى عشان اخد قرار. طيب وانا بفكر فجأة الفكرة نورت في دماغي، أول ما الفكرة تنور ده اسمه الإشراك. طب يعني إيه الإشراك؟ هي لحظة ولادة الفكرة وخروج الحل الإبداعي. يبقى أنا بتجيلي فكرة، فالفكرة دي بتيجي عن طريق الإشراك، وعلى فكرة ساعات بتكون صدفة، يعني أنا ممكن مثلا أكون بفكر في حاجة فجأة تجيلي فكرة لحدث تاني. طيب يبقى أنا دلوقتي ذاكرت تهيئة وإعداد، بحل الامتحان، بفكر في الأسئلة، إشراك. الاحتضان، أنا آسفة. جاء قال لك مثلا هات مثال من عندك، فأنت عايز مثال جامد يخليك تجيب درجة حلوة، فأول ما الفكرة تجيلك إشراك. طب أنا براجع الامتحان قبل ما أسلم الورقة، ده اسمه التحقق، التأكد من صدق المعلومة أو التأكد من صحة المعلومة. ده كده بالنسبة عندك للجزء بتاع الخطوات أو المراحل ل3 أنواع من أنواع التفكير. تمام سنة أولى؟ طيب بعد كده عندي حاجة اسمها
مكونات التفكير الناقد. التفكير الناقد عندنا بيتكون من 5 حاجات. ايه هما؟ قاعدة معرفية، نظرية شخصية، أحداث خارجية، الشعور بالتناقض، وحل التناقض. طب يعني ايه الكلام ده؟ المعلومات اللي عندي اسمها قاعدة معرفية. أول حاجة عندي مكونات التفكير الناقد القاعدة المعرفية. يعني إيه القاعدة المعرفية؟ هي مجموعة المعلومات والأفكار والتصورات الخاصة بالفرد. يعني إيه؟ الحاجات اللي أنت بتذاكرها اسمها قاعدة معرفية. طيب اللي بيتبنى على القاعدة المعرفية حاجة اسمها النظرية الشخصية، فهي وجهة النظر أو الرأي. بمعنى حتى الكتاب بيقول لك إيه؟ إن النظرية الشخصية مستمدة من القاعدة المعرفية. هو أنا إيه اللي هيخليني أكره مادة؟ كلامها غلس. فالكلام الغلس بتاع المادة اسمه قاعدة معرفية، قفلني منها. فالقاعدة المعرفية بتكون النظرية الشخصية. طب أنا رايح الامتحان، السكة كانت زحمة، اتعطلت، اتوترت. طب هل أنا عايز ده يحصل؟ أكيد لا، حصل غصب عني. طالما موقف حصل غصب عنك ده اسمه أحداث خارجية. فالأحداث الخارجية هي المواقف اللي بتحصل وبتأثر على الفرد. طيب أنا دلوقتي حسيت بالتوتر، حسيت ان في مشكلة، حسيت ان في حاجة مضايقاني، فده اسمه الشعور بالتناقض. حد من صحابي مثلا فجأة لقيته بيعاملني بطريقة غريبة، بيعاملني بطريقة مش كويسة. حد بيكرهني لقيته بيعاملني حلو، طبعا اكيد عايز منك مصلحة او حاسس ان هو قرب يموت، فبيحاول يصلح علاقاته مع الناس. فده اسمه ايه؟ الشعور بالتناقض. طب انا قعدت مع صاحبي، يا عم مالك انت بتكلمني كده ليه؟ اصل في كذا مش عارف ايه. فده اسمه حل التناقض، ان انا بحل المشكلة. يبقى أنا عندي التفكير الناقد بيعمل 5 حاجات: معلوماتي، قاعدة معرفية، آرائي، نظرية شخصية، حصل كذا غصب عني، الشعور بالتناقض، متضايق، سوري أنا آسف، حصل موقف غصب عني، أحداث خارجية، حسيت إن في حاجة غلط، الشعور بالتناقض، حليت المشكلة، حل التناقض. ده بالنسبة لمكونات التفكير الناقد. طيب بعد كده عندنا مهارات، 3 مهارات: مهارات التفكير العلمي، مهارات التفكير الناقد، ومهارات التفكير الإبداعي. كلهم أهم من بعض بصراحة، بس اللي محتاجة تركيز قوي التفكير الناقد. طيب أول حاجة هنبدأ بيها مهارات التفكير العلمي. المهارة الأولى حاجة اسمها الملاحظة والتجربة. المهارة الأولى بتقوم على حاجتين: ملاحظة وتجربة. دلوقتي أنا براقب حد، واحدة شكت في تصرفات جوزها، ملاحظة. ابتدت بقى تراقبه، تهكر تليفونه وتمشي وراه، تخلي واحده صاحبتها الكلام العبيط اللي الستات بتعمله ده. فدي حاجه اسمها الايه؟ التجربه. انا حاسس ان الامتحانات قربت، امتحانات بكره بس تمام، فانا الدنيا واقعه معايا، فسالت صحابي على مدرس في ماده كذا احضر معاه ليله الامتحان الم الدنيا، والسنه الجايه هذاكر بجد، يعني هبدا السنه بدايه مختلفه. فانا حاسس ان في ماده انا واقع فيها، ملاحظه. رحت احضر حصه عند مدرس اشوف انا هفهم منه ولا لا، فدي حاجه اسمها التجربه. فالملاحظه هي انتباه مقصود ومراقبه للظاهره. رحت للدكتور كشف عليا، قال لي خد العلاج ده اسبوع وتعالى نشوف هتتحسن ولا. فالعلاج اللي انا باخده اسبوع ده اسمه تجربه، ملاحظه مضبوطه عن طريق التدخل في مجرى الظواهر. يبقى دي اول مهاره من مهارات التفكير العلمي. طيب انا مثلا عملت تجارب، قسمت المعادن او المواد لفلزات ولا فلزات، فده اسمه التصنيف. لسه قايلينه فوق، قلنا ان التصنيف ده بيرتبط بالوصف. التصنيف ده ايه هو؟ تقسيم ووضع الظواهر في مجموعات بناء على الصفات المشتركه. عملنا امتحان شامل، حددنا ورق الناس اللي جايبه درجات حلوه على جنب والناس الساقطه على جنب، فده اسمه تصنيف. طب انا مثلا حسيت ان انا تقلت في الاكل ولخبطت الدنيا، قلت اروح اوزن نفسي، فالصدمه اللي هتحصل لك دي اسمها القياس. فالقياس نفس الفكره، استخدام ادوات بحثيه لاستخدام لغه الكم او المقدار من خلال لغه الرياضيات. فالكم او المقدار ده اسمه الايه؟ القياس. يبقى انا اول حاجه ملاحظه وتجريب، رقم 2 تصنيف، 3 القياس، 4 تحديد وضبط المتغيرات. طيب انا عندي كم متغير؟ ودي مهمة جدا 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 جدا. تحديد وضبط المتغيرات بتقوم على 3 حاجات: متغير مستقل، متغير تابع، متغير دخيل. بص معايا، حاجتين اساسيين، ايه هم حضرتك؟ المستقل والتابع. اخدت علاج
قلت اشوف هتحسن ولا لا، فالعلاج مستقل، العلاج بيأثر عليا فانا تابع. دايما المتغير المستقل يؤثر والمتغير التابع يتأثر. طيب انا قاعد في الحصه بسمع المدرس، فالمدرس مستقل، انت مركز تابع، فجاه جالك صداع بوظ الدنيا. فاللي بيبوظ الدنيا المتغير الدخيل، وده بيراد عزل. بمعنى انا دلوقتي مشغل حصه اونلاين، فالمستر بيشرح مستقل وانا قاعد مركز معاه وبكتب ملاحظاتي تابع، فجاه النت قطع. ده اسمه متغير دخيل. فالمتغير الدخيل ده فاشل اصلا، انا ببقى مش عايزاه، انا بيهمني المستقل والتابع. دي حاجه اسمها تحديد وضبط المتغيرات. اخر حاجه تفسير البيانات. يعني ايه تفسير البيانات؟ ان انت تعمل نفسك تحليل. مثلا لما النتيجه تطلع تقارن درجاتك الترم اللي فات بالترم ده، تشوف اخطائك ايه، تقول انا السنه الجايه لا انا هحاول ان انا اتغير، هحاول ان انا اطور من نفسي. فدي حاجه اسمها تفسير البيانات. ده بالنسبه لمهارات التفكير العلمي. تاني مهارات عندك ودي مهمه جدا، مهارات التفكير الناقد. طيب التفكير الناقد بيقوم على كام مهاره؟ برضو 5 مهارات. اول مهاره حاجه اسمها التعرف على الافتراضات. يعني ايه التعرف على الافتراضات؟ قضيه مسلمه للاستدلال بها على غيرها. يعني ايه؟ انا عندي فرح في شهر 9، بجهز للفرح من دلوقتي. في ميعاد انا مستنيه، انا عارف ان شهر 6 هيجي، خلاص انا اجازه كده وهريح نفسي، ولا دروس ولا قرف ولا مذاكره وانا باشا. فالميعاد اللي انت بتحطه وبتبني عليه خطط ده اسمه التعرف على الافتراضات. طب انا دلوقتي قريت السؤال، وصلت للإجابة، دي حاجة اسمها الايه؟ الاستنتاج. هي نتيجة يستخلصها الفرد من البيانات. يعني انا دلوقتي قريت السؤال، لقيت الاختيارات أ ب ج د، اخترت كذا، استنتاج. طيب انا دخلت علمي عشان انا بحب المواد العلمي اكتر، انا دخلت ادبي عشان نفسي ادخل كلية اعلام. السبب ل1000 مرة اسمه التفسير، فهو تحديد السبب. كل ده سهل، كل ده مفيهوش مشكلة. المهارة الرابعة مهمة جدا، الاستدلال. طيب ميس يعني ايه الاستدلال؟ قلت لحضرتك ان الاستدلال هو الانتقال من المعلوم الى المجهول او من مقدمات الى نتائج. ميس هو مش المفروض انا بنتقل من المجهول للمعلوم؟ لا، انا عارف ان امتحاني بكرة معلوم. طب انا عارف الامتحان سهل ولا لا؟ معرفش، ده المجهول. يبقى انا لما بنتقل من حاجه اعرفها لحاجه ما اعرفهاش ده اسمه استدلال. قلنا ان الاستدلال نوعين، استنباط واستقراء. طب ايه هو الاستنباط وايه هو الاستقراء؟ ركز بقى معايا كده عشان الحته دي مهمه قوي. طيب احنا عندنا حاجه اسمها انواع الاستدلال. الاستدلال نوعين، حاجة اسمها استدلال استنباطي وحاجة اسمها استدلال استقرائي. طيب الاستنباط هو الانتقال من الكل إلى الجزء ومن العام إلى الخاص. طب يعني إيه الانتقال من الكل للجزء ومن العام إلى الخاص؟ جيت قلت لك مثلا كل المعادن تتمدد بالحرارة. الذهب معدن، إذن الذهب يتمدد بالحرارة. طيب بيقول لحضرتك ان الاستدلال ده هو الانتقال من الكل. مين اكبر، كل المعادن ولا الذهب؟ طبعا كل المعادن. فانا انتقلت من الكبير للصغير. يبقى انا لما بنتقل من الكبير للصغير ده اسمه استنباط. خليك عارف ان الاستنباط اسمه تنازلي لو جه سألك مثلا، او هابط. ليه؟ لان انا بنتقل من معلومات كتيرة لحاجة واحدة، فده اسمه الاستنباط. لكن عندك الاستقراء هو الانتقال العكس بقى، من الجزء الى الكل او من الخاص الى العام. ازاي؟ اجي مثلا اقول لك احمد طالب ناجح، عمر طالب ناجح، اذا كل الطلاب ناجحون.
انا كده حضرتك انتقلت من الصغير اهو للكبير، وده اسمه ايه؟ اسمه استقراء. يبقى احنا عندنا حاجتين عكس بعض، لما بنتقل من حاجه كبيره لحاجه صغيره ده اسمه استنباط، بنتقل من حاجه صغيره لحاجه كبيره ده اسمه استقراء. طب يعني ايه الانتقال من مقدمات لنتائج؟ دي كده اسمها مقدمات، واللي تحت دي اسمها نتيجه. نفس الفكره، دول كده اسمهم مقدمات، واللي تحت دي اسمها نتيجه. ده كده اسمه ايه؟ انواع الاستدلال. طيب ده بالنسبة للمهارة التانية. المهارة التالتة أو المهارة الخامسة تقويم الحجج. يعني إيه تقويم الحجج؟ إدراك الجوانب المهمة، تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف. أنا شاطر في إيه وعبيط في إيه؟ أنا إيه مشاكلي؟ إيه مميزاتي؟ وإيه عيوبي؟ طب أنا بستفيد إيه؟ طب ما أنا لما أعرف أخطائي هحاول إن أنا أصلح من نفسي، هحاول إن أنا أشتغل على نفسي وأطور من نفسي أكتر، ودي حاجة اسمها تقويم الحجج. طيب بعد كده عندك مهارات التفكير الإبداعي. التفكير الإبداعي بيقوم على 4 مهارات، ودول سهلين ولذاذ قوي: الطلاقة، المرونة، الأصالة، الحساسية للمشكلات. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ أول حاجة الطلاقة هي القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار في فترة زمنية محددة. يعني ايه؟ انا بنتج افكار كتير في وقت قليل. اجي اقول لك معاك دقيقتين، عايزه اكبر عدد ممكن من الكلمات اللي بتبدا بحرف الميم، فانت تقعد تقول في مثلا في دقيقتين، فده وقت. فلما انا بقول افكار كتير في وقت معين ده الطلاقه. طيب انا بقدر اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. قاعد في الامتحان بحاول ان انا اغش، عيني مع المراقب، بغش من صاحبي او ايا كان، ومركز جدا ان شاء الله هتتقفش. فدي حاجه اسمها المرونه، ان انا بقدر اتنقل من فكره للتانيه. ما شاء الله عليك. وتقدر تفكر في بدائل المشكله زي فكره اعاده التدوير والحاجات دي، فده اسمه المرونه. طيب انا فاكره انا فجاه اكتشفت حاجه مش معروفه، دي حاجه اسمها الاصاله. يعني ايه الاصاله؟ انتاج فكر مبتكر، افكار نادره فريده غير مألوفه. قلنا ان العلاقه بين الاصاله والشيوع علاقه عكسيه، كل ما الاصاله بتزيد كل ما الشيوع بيقل. طب لو الفكره منتشره وام لا اله الا الله عارفاها، دي فكره شائعه، فالفكرة الشائعة مش أصيلة. فالعلاقة بين الأصالة والشيوع علاقة عكسية. آخر حاجة الحساسية للمشكلات، وهي الوعي بوجود مشكلة. أنا عارف إن في كذا مضايقني، أنا عارف إن في موقف معين أنا محطوط فيه فموترني، فدي اسمها الحساسية للمشكلات. ده بالنسبة لمهارات التفكير الإبداعي. طيب بعد كده عندنا الفرق بقى. احنا قلنا ان احنا عندنا منهجنا قايم على 3 انواع من انواع التفكير. ايه الفرق بين التفكير العلمي والتفكير الناقد والتفكير الابداعي؟ هم درجات. الدرجة المنتشرة اللي عند غالبية الناس التفكير العلمي، حتى احنا عارفين كده من الترم اللي فات ان احنا بنستخدمه في حل مشاكلنا كناس عاديين، والعلماء بيستخدموه في تفسير الظواهر. طيب التفكير العلمي تفكير منظم اهو، ترتيب ونظام يسعى لحل المشكلات. وعندك تعريف التفكير العلمي كان بيقولك ان هي عملية بيقوم بها الفرد عشان يفهم الحياة، يحل المشاكل، ويعيش في حياة مستقرة ومرتاحة. كنا بنقول ان التفكير العلمي ده بستخدمه في شؤون حياتي اليومية. ما ينفعش اقول الحاجة وعكسها في نفس الوقت. كل حاجة في الدنيا بتحصل في حياتنا بسبب، كل دي حاجات التفكير العلمي. طب نعلي درجة التفكير شوية، تفكير ناقد. التفكير الناقد بيرتبط بالتفكير المنطقي. ليه؟ لأنه هو بيعتمد على عملية الاستدلال. عملية الاستدلال دي أصلا هتاخدها بقى السنة الجاية، هي أصلا أساس من أسس التفكير المنطقي. طيب التفكير الناقد ده بيقوم على كذا حاجة اتكلمنا عنهم الترم اللي فات. ايه هما؟ أول حاجة إن أنا ما بتسرعش في إصدار الأحكام. يعني انا ما ينفعش اقرا اول كلمه من السؤال عرفت الاجابه، اهدى. تاني حاجه عدم التاثر بالاخرين. انا اصحابي قالوا لي ان مجال العلمي احسن من الادبي، ولو انا ما جبتش مجموع في كليات علمي فاقدر ادخل كليه ادبيه. طب ما انا ممكن ما اجيبش مجموع يوديني اي حاجه اصلا.
ممكن ادخل علمي احس ان المواد دي مش جايه معايا، ممكن ادخل ادبي زي صحابي على اساس انه اسهل، فالاقي نفسي ان انا الموضوع مش جاي معايا، يبقى انا ما ينفعش امشي ورا الناس. طيب، وعدم التاثر بالعادات والتقاليد، مش كل الافكار اللي بيمارسها كل افراد المجتمع صح، فانا لما ما امشيش ورا حد، ده كده اسمه التفكير الناقد. طبعا التفكير الابداعي باين زي الشمس، اي حاجه مختلفه، اي حاجه فريده، اي حاجه غير مألوفه، اي حاجه مميزه، اعاده تدوير، ابتكار، اختراع، تأليف وتصوير، كان عندي حاجه قديمه طورتها عملت لها اعاده تدوير، كل ده التفكير الابداعي يتميز بالجده والاصاله والتميز، فهو نمط فريد ونادر. طيب، قلنا ان الابداع ظاهره انسانيه عامه، ممكن يجي لك سؤال يقول لك ان الابداع ده بيقتصر على فئه معينه او اماكن، لا، الابداع ده عام مشترك بين كل المجتمعات في شتى المجالات. يعني ما فيش ابداع مثلا في الفيزياء واقول لك ما فيش ابداع في الفلسفه، لا، انت عندك ابو بكر الرازي بن سينا في الطب، الحسن بن الهيثم فيزياء وبصريات، ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، خوارزمي مؤسس علم الجبر، علوم كتير، افكار كتير. يبقى احنا عندنا علماء وفلاسفه العرب، فالابداع مش بيقتصر على الفكر الغربي، مش بيقتصر على اماكن معينه، لا، الابداع عام في كل المجالات. طيب، بعد كده عندنا اخر حاجه شروط التفكير الابداعي. كنت بقولك ان التفكير الابداعي بيمثل جده وقيمه. يعني ايه جده وقيمه؟ اولا هو تفكير مختلف فبيتميز بالجده، تاني حاجه ايجابي، قيمه، حاجه بتفيدني. تاني حاجه بيقولك ان الابداع ده بينتقد الافكار الموجوده مسبقا. يعني انا عندي اي فكره قديمه، عشان يكون في ابداع فالابداع ده بيعلي على القديم، فهو بينتقد الافكار الموجوده مسبقا. يتضمن الواقعيه والاستمراريه، يعني الحاجه اللي انا بقولها سهل تنفيذها على ارض الواقع، فدي حاجه اسمها الواقعيه والاستمراريه. اخر حاجه صياغه المشكله صياغه جديده. التفكير الابداعي تفكير مختلف ومميز، حاجه انا اول مره اشوفها. طيب، بعد كده الكتاب حب يختم لك الكلام بكلمتين لطاف قوي، قال لك ان المبدعين ساهموا في تطوير المجتمع، وعملنا تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي والمواصلات والهندسه الوراثيه. خلاص بقى عايزين نختم، يقول لك لا، عندنا 2 من العلماء المصريين، وطبعا هم كتير بس ايه الكتاب يعني اكد على دول بالذات، وطبعا ممكن في الامتحان يجيب لك غيرهم عادي. زي مين؟ احمد زويل ومصطفى السيد. انت عندك احمد زويل استخدم ميكروسكوب لقياس التفاعلات الكيميائيه بسرعه الفيمتو ثانيه، ده ابداع وخد جائزه نوبل الله يرحمه. عندك دكتور مصطفى السيد عالج مرض السرطان بجزيئات الذهب. فانا لما اعمل فكره جديده، فكره مختلفه، فكره مميزه، ده كده اسمه الابداع. انا كده حاولت، يعني انا ما سبتلكش كلمه في المنهج ما تكلمناش عليها، حاولت ان انا الم لك كل حاجه بالتفصيل، ان شاء الله تلاقي الدنيا مظبوطه. طبعا انت فاكر ان انا هقول لك خلصت ومع السلامه وباي باي، لا طبعا لازم نحل مع بعض. يلا بينا. دلوقتي احنا اهو عندنا الاسئله، طبعا انا عامله لكم صور وحاجات ومدلعاكم يعني. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ المقارنه بين نظريه النسبيه والجاذبيه الارضيه يمثل ذلك عدم الالتزام باحدى خصائص المعرفه العلميه. دلوقتي انا قارنت حاجه ملهاش علاقه بالتانيه، فانا قارنت حاجتين مالهمش علاقه ببعض. طب ده ايه؟ بص معايا، ذات جانب اجتماعي لكل نظريه الاطار الفلسفي الاحتماليه ما نعرفه قليلا. انا قارنت حاجتين مالهمش علاقه ببعض فده غلط، فانا كده خالفت ان لكل نظريه الاطار الفلسفي. فرقم 1 ب. رقم 2 بيقول لك ايه؟ عند حدوث البرق والرعد نرى البرق اولا ثم نسمع الرعد، وارجع العلماء ذلك الى ان الضوء اسرع من الصوت. كلمه ارجع يعني سبب. طب تحديد السبب ده اللي هو مين؟ وصف ولا تفسير ولا تنبؤ؟ طبعا التحكم دي مش معانا، انا حددت سبب، فتحديد السبب ده اللي هو مين؟ التفسير. يبقى رقم 2 التفسير. 3 معرفة اثر ضوء الشمس على نمو النباتات. طيب احنا قلنا ان اللي بيأثر مستقل، يتأثر نمو النبات
تابع. فبيقول لك يعد نمو النباتات، دي حاجة تأثرت يعني حاجة تابعة. رقم 3 هتبقى متغير تابع. 4 بيقول لك ايه؟ قيام القاضي بفحص أدلة الإدانة والبراءة والتمييز بينها والخروج بحكم صحيح. طب أنا عملت فحص، يعني إيه فحص؟ يعني حددت جوانب القوة وجوانب الضعف، يعني ده نقد. طيب مين النقد؟ الاستدلال؟ لا. التقويم ممكن، الاستنتاج لا، التعرف على الافتراضات لا، فهتبقى تقويم الحجج. طب ليه تقويم الحجج؟ لأن أنا حددت جوانب القوة وجوانب الضعف. ده رقم 4. 5 بدراسة جزئية من الحديد، الجزئية دي يعني عينة، أطلقنا قانون أو حكم كلي. حكم كلي يعني حكم شامل أو عام بإيه؟ كل المعادن تتمدد بالحرارة. طالما كل تبقى العمومية، فرقم 5 عمومية. رقم 6 سؤال حلو بيقول لك ايه؟ إجابة مؤقتة عن الأسئلة البحثية التي تطرحها مشكلة الدراسة. طيب إجابة مؤقتة يعني إجابة محتملة، دي كانت الخطوة الثالثة. الشعور بالمشكلة؟ لا. تحديد المشكلة؟ لا. طب الفروض ولا اختبار الفروض؟ هو أنا لسه بحط الفكرة، فلسه بحط الفكرة، ده اسمه فرض الفروض. انا ما جيتش قلت لك ان احنا بنفكر في الحلول المؤقته، لا، انا لسه بحط افكار مبدئيه، فالافكار المبدئيه دي اللي هي فرض الايه؟ الفروض. رقم 6 ج. رقم 7 المقارنه بين ما كان عليه المجتمع وما وصل اليه، سبب رئيسي في تطور المجتمع. بيقول لك ان انت بتقارن بين القديم والجديد. طيب في ناس هتلاقي كلمه تطور فتقول لي ان المعرفه العلميه دائمه التطور تراكميه، لا، هو بيقول لك ما كان عليه يعني قديم، وما وصل اليه يعني جديد. الصراع بين القديم والجديد ده كان اسمه ايه؟ تتقدم. طب فين تتقدم؟ اهي. طب انا ليه ما اخترتش تراكميه؟ لانه بيقول لك صراع بين القديم والجديد. التراكميه امتى تختارها؟ يعني المعرفه العلميه دائمه التطور حلو في تراكميه. وكمان كنا بنقول في تراكميه ان بيبدا كل عالم حيث انتهى الاخرون. يعني انت لو وصلت لمحطه معينه انت ما حققتش حاجه، انت لازم تطور وتشتغل اكتر، ودي حاجه اسمها تراكميه ملهاش علاقه بالسؤال، لكن السؤال بيقول لك ان انت بتربط بين القديم والجديد. 7 تتقدم. 8 بيقول لك تعد شبكه الانترنت من اهم الاختراعات التي توصل لها الانسان. طبعا شبكه الانترنت دي اجهزه علميه. طيب الاجهزه العلميه دي تعريف العلم من حيث ايه؟ من حيث مجال الدراسه ولا المنهج ولا الموضوع ولا النتائج التطبيقيه؟ اجهزه علميه يعني حاجه اتنفذت، فطالما حاجه اتنفذت تبقى نتائج تطبيقيه. 9 التطبيق الغير صحيح والمتعجل. كلمه متعجل يعني متسرع لاستخلاص حكم بسبب معطيات محدوده وغير وافيه. طالما اتسرعت قلنا ان التسرع ده بيرتبط بالايه؟ بالاخطاء المنطقيه. ليه؟ لان التوتر عوامل انفعاليه، التسرع اخطاء منطقيه، لما انا بنقي افكار غلط، انتقاء المعلومات، ما بتاكدش من معلومه بدون نقد او بدون فحص، دي تقبل البيانات. طبعا هنا هتبقى الاخطاء المنطقيه بسبب كلمه التعجل. طيب 10 بيقول لي ايه؟ مهاره تتمثل في التركيز الموجه ناحية ظاهرة معينة من أجل رصد بعض المعلومات. كلمة تركيز موجه يعني مراقبة. طب احنا كنا بنقول المراقبة دي اللي ايه؟ أنا بتابع الحاجة أو ببص عليها، فالمراقبة اللي هي مين؟ الملاحظة. رقم 10 ألف. 11 بيقول لي ايه؟ هي التعبير المكتوب أو المنطوق من متخصص عن الجيد والرديء ومكامن القوة والضعف. يعني أنا بحدد جوانب القوة وجوانب الضعف. احنا قلنا تحديد جوانب القوة أو جوانب الضعف دي بترتبط بمهارة النقد. طيب يعني أنا بشوف مميزاتي وعيوبي. طيب
مهارة النقد اللي هي ايه؟ تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف. طب فين النقد هنا؟ النقد هو الروح النقدية. فرقم 11 ج. 12 بيقول لي ايه؟ من خلال الابداع تم تصميم روبوت مبتكر يساعد على الاعمال المنزلية. طيب احنا عملنا روبوت مبتكر، يعني احنا عملنا حاجة ما حصلتش قبل كده. طيب معاني الاختيارات ايه؟ هو بيقول لي احد مهارات التفكير الابداعي. ميس هي مش المهارات اللي هي الطلاقة والمرونة والاصالة؟ طب هو مش كاتبهم، هو كاتب شرحهم. طب الاول لما تلاقي سؤال زي ده تكتب جنب كل واحدة هي اجابتها ايه، وبعد كده تختار الاجابة الصح. انت مثلا عندك هنا التفكير في بدائل المشكلة، دي المرونة. الوعي بوجود مشكلة، الحساسية للمشكلات، ومش شرط يعجبهم لك طبعا بالترتيب. استدعاء اكبر عدد من الافكار، دي حاجة اسمها الطلاقة. انتاج افكار مبتكرة، ودي الاصالة. طيب هو هنا بيقول لك روبوت مبتكر يعني فكرة جديدة، طالما فكرة جديدة اللي هي الاصالة فهتبقى الاجابة د. رقم 12 د. رقم 13 بيقول لحضرتك عبارات تمثل افكار صحيحة. ماشي. ويبني الباحث على اساسها التصميم الخاص ببحثه. السؤال ده حلو قوي. هو بيقول لك ايه؟ عبارات بتمثل افكار صحيحة وببني عليها التصميم الخاص. يعني انا في ميعاد بحطه او في موقف بحطه بفسر عليه حدث، بمعنى انا مستني فلوس جايالي الشهر الجاي هجيب بيها حاجة معينة، فانا مستني الحاجة دي تحصل، حطيت لي نفسي ميعاد، حطيت لي نفسي وقت، فالميعاد اللي انا حطيته ده قضية مسلمة. طب القضية المسلمة دي كانت مهارة ايه؟ طبعا مهارة التعرف على الافتراضات. 13 هتبقى الإجابة ب. 14 بيقول لحضرتك ايه؟ المعرفة العلمية تتميز بأنها. ميس هي ايه الحاجات دي؟ كلمة مطلقة يعني ثابتة، حتمية يعني مؤكدة، نسبية يعني متغيرة. طب يعني ايه متغيرة؟ يعني غير مؤكدة. طيب لو بصيت لمعاني الاختيارات فطبعا اول واحدة نفس معنى د. وكلمة حتمية المعرفة العلمية مش مؤكدة، المعرفة العلمية احتمالية. مش ما هو مش كاتب لي احتمالية، بيعتمد على ذكائك. فاحتمالية يعني ايه؟ نسبية، ونسبية يعني غير مؤكدة، فهتبقى الإجابة ج. ده بالنسبة للسؤال رقم 14. 15 بيقول لي ايه؟ دراسة الإنسان لظاهرة تعامد الشمس على خط الاستواء. أهو تعامد الشمس على خط الاستواء ويحدث فيها تساوي لليل والنهار. طيب احنا دلوقتي درسنا الحاجة دي، يعني احنا حاجة بنتكلم عنها يعني فكرة. طيب الفكرة دي ايه؟ تعريف لغوي ولا موضوع ولا منهج ولا نتائج؟ فكرة بتكلم عنها، طالما فكرة هتبقى موضوع. فرقم 15 موضوع. 16 دراسة التطور في الكائنات الحية والجينات الوراثية. السؤال ده حلو قوي. التطور في الكائنات الحية والجينات دي علوم بيولوجية. ميس أنا أصلا مش عارف أقرأ الاختيارات ومش عارف معانيها غير جيم. ايه ده؟ وركز، أصلا ده دي كانت معانا في الشامل. كلمة سيكولوجية يعني نفسية، وأنا هعرف منين؟ أديني عرفتك. وكلمة سوسيولوجية يعني اجتماعية. وطبعا طبيعية اللي هي الفيزياء. فانا لو همشي بطريقه الاستبعاد وهفترض ان انا عارف كل اللي فوق هتبقى فسيولوجية. طب هو يعني ايه فسيولوجية؟ كلمه فسيولوجية دي هو علم وظائف الاعضاء او علم التشريح. والعلم ده فرع من فروع العلوم البيولوجيه. فطبعا الاجابه الصح مين؟ د. مش يعني انا لو جالي سؤال زي ده، ما هم انا قلت لك لو جالك معانيهم اهم، فهتبقى فسيولوجية. طيب 17 بيقول لك ايه؟ لحظة بذور فكرة لم تكن موجودة من قبل. يعني الفكرة جت لأول مرة، حاجة أنا ما كنتش عارفها قبل كده وظهرت فجأة. بزوغ الفكرة يعني ولادة الفكرة. طب احنا قلنا ولادة الفكرة دي بترتبط بمرحلة الايه؟ الإشراق. 17 ج. 18
بيقول لمعاليك يجب على الباحث الاطلاع على كل المصادر ليه؟ التي من خلالها تتضح رؤية المشكلة بوضوح. أنا بطلع على كل المصادر. طب نبص كده، أحد خطوات التفكير الناقد جمع المعلومات ولا البرهنة ولا التحليل؟ طبعا حل التناقض مش معانا. طب أنا بطلع على المصادر يعني بقرا كتب، بجمع أفكار يعني بجمع معلومات، فرقم 18 هتبقى جمع المعلومات. 19 بيقول لحضرتك القدرة العقلية التي من خلالها يستخدم الفرد، السؤال ده حلو، ما يمتلكه من معلومات للوصول إلى حقائق غير معروفة، يعني الانتقال من المعلوم إلى المجهول. عرفتي منين؟ ما هو بيقولك معلومات، ماشي، يبقى استنتاج. اهدى إلى نتائج غير معروفة. مفهوم الاستدلال أعمق وأدق من الاستنتاج. الانتقال من المعلوم للمجهول استدلال مش استنتاج، لأنه بيقولك غير معروفة، فغير معروفة ده اللي هو مين؟ الاستدلال. 19 استدلال 20. السؤال ده برضو حلو، بيقولك ايه؟ وضع ابن الهيثم مبادئ وصف لآلة التصوير. طيب تعالوا كده نقرا الاختيارات. يحدد مما سبق النتائج المادية، تكنولوجيا التجربة، جانب تجريبي، جانب نظري. ميس يعني ايه نتائج مادية؟ يعني نتائج تطبيقية، حاجة ملموسة. وتكنولوجيا التجربة اللي هو الجانب التجريبي اللي هو دي. طيب مبادئ، كلمة مبادئ يعني أفكار. يعني أفكار، والأفكار يعني تنظير عقلي. طب مين في الاختيارات تنظير عقلي؟ جانب نظري. فرقم 20 هتبقى الجانب النظري. تمام؟ كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله تخلصوا أولى ثانوي على خير ونتقابل مع بعض في تانية ثانوي. بالتوفيق ليك إن شاء الله. حل في الامتحان كويس على مهلك، هستناك تطمني عليك لما تطلع. ربنا معاكم السنة الأولى ونتقابل على خير.